أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل الطبيب وتخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرضاك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. سل البصير كان يمشي يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه، فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. سل بطون النحل كيف تقطرت شهدا، وسل الشهد من حلاك. سل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك. وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا رأيت الدم يجري في العروق، فاسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. قل هو الله الماثل في صنعته، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب المبارك إلى ساحة القرآن الكريم، تكريما لعميد عموم عائلات جروة على عموم مراكز وقرى جمهورية مصر العربية، عم الحاج محمد إبراهيم جروة، عليه من الله عز وجل فيضات الرحمة ونسائم المغفرة. كما أسأل المولى جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره. ومشاركة العزاء لأبنائه الكرام، جئنا مشاركة الأستاذ علي والأستاذ السعيد والأستاذ عماد محمد إبراهيم جروة، وجئنا مشاركة لأشقائه الكرام، جئنا مشاركة للوالد الكريم ومربي الأجيال الأستاذ السعيد إبراهيم جروة، وجئنا مشاركة للوالد الكريم عم الحاج عبده إبراهيم جروة، ومشاركة للأستاذ تامر إبراهيم جروة ولعموم العائلة الكريمة ولأبناء عمومتهم واجب العزاء. وفي هذه الليلة القرآنية التي أضاءت بأنوار القرآن على مائدة القرآن الكريم، نسعد سويا باستضافة علم من أعلام دولة التلاوة، قارئ طاف العالم الإسلامي ليشرف مصر بالمحافل الدولية، والذي عرف بين قراء العالمي العربي والإسلامي بصاحب الحنجرة الذهبية، والذي تميز بقوة في الصوت ودقة في الأحكام وروعة في الأداء. أحد رواد الجامعة الأكثر شعبية حول بلدان العالم الإسلامي، وسفيرا للجامعة السعيدة جامعة سيدنا الشيخ السيد سعيد،
وهذا ابن مركز ومدينة مكنس الذي تتهيأ خلفي منصة القراءة وتتزين لاستقبال علم دولة التلاوة ابن بيت القرآن ونبت القرآن فضيلة القارئ الشيخ يوسف بدي المدرس بالأزهر الشريف والمقيم بمركز ومدينة مكنس. له من الله عز وجل التوفيق والسداد، ولي وللجمع الطيب بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. والشمس والقمر رأيتهم لي
الله يبارك لك. إن الشيطان للإنسان عدو بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را يا رب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على
إن الشيطان للإنسان عدو إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال والشمس الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ده شرف لينا والله يا دكتور، والله اكرمنا يا رب. صدرك يا عم الحاج. إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
رب يا رب. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ربنا يشفينا يا رب. الله يكرمك. وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوا في غيابة
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف قال
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى الله يكرمك يا دكتور، الله يصلح حالك يا رب، الله يكرمك يا رب، يصلح حالك يا رب يا رب، امين. شرف لي والله. الله يكرمك يا رب، اللهم اديم علينا نعمه يا رب يا رب. الله يرحمه.
يا رب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها سبحانه وتعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها
زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الفاتحة. عشت وإياكم بمسك الختام الذي عطر به الآذان سفير الجامعة السعيدة، الجامعة الأكثر شعبية حول بلدان العالم الإسلامي، جامعة سيدنا الشيخ السيد سعيد. وهذا هو سفير الجامعة الذي تميز بقوة في الصوت ودقة في الأحكام وروعة في الأداء، فضيلة القارئ الشيخ يوسف بدي، عضو النقابة العامة للقراء والمدرس بالأزهر الشريف، والمقيم بمركز ومدينة كرنس محافظة الدقهلية. نقلت لكم هذه التلاوة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وهكذا أحدث الهندسة الصوتية ولؤلؤة الإنارة وكبرى محطات الديزل العالمية وكبرى كسور الضيافة والخيام المكيفة وواجب الضيافة والخدمات الفندقية الممتازة، اسطول الفراشة المتحرك لأبناء البحيري، عميد مكون الفراشة بجمهورية مصر العربية الحاج السيد البحيري وأولاده، المهندس أحمد والمهندس رزق والمهندس أيمن السيد البحيري، والمقيمين بقرية البكري مركز ومدينة الكردي محافظة الدقهلية. كما ترفع التلاوة عبر موجات البث المباشر قناة المتميز دائما المهندس أحمد عيد والمقيم بميت فارس مركز ومدينة كرنس. أسرة الراحل الكريم عميد عموم عائلات جروة عم الحاج محمد إبراهيم جروة، باسم أبنائه الكرام، باسم الأستاذ علي والأستاذ السعيد والأستاذ عماد محمد إبراهيم جروة، وباسم أشقائه الكرام، باسم معلم الأجيال والوالد الكريم الأستاذ السعيد إبراهيم جروة. كما تقدم باسم علم الواجب الحاج عبده إبراهيم جروة، وتقدم أيضا بخالص الشكر باسم الأستاذ تامر إبراهيم جروة وأبناء عمومتهم وعموم العائلة الكريمة بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم وسع مدخله واكرم نزله، اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره، اللهم اجعل القرآن الكريم له في القبر ضياء ويوم العرض شفيعا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله يا رب حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك يا رب فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه أصبح فقيرا إليك وأنت غني عن حسابه، فادخلوا الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لكم خالص تحياتي عبد الوهاب عيسى وعمدة الإعلاميين بجمهورية مصر العربية الحاج أحمد السيد. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.